السلام، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غنوجد معكم بليغات معسلين ينفعوكم ان شاء الله في سيدي رمضان. كيجيو مقرمشين ولداد. اول حاجه درت واحد 400 غرام ديال الدقيق الابيض خاص بالحلويات بعد ما غربلته، وزدت عليه واحد 200 غرام ديال الزنجلان بلا ما تحمروه، خليوه عادي. صافي نخلطوا داكشي مزيان. نديروا واحد معلقه صغيره ديال النافع يكون مطحون ومغربل، ومعلقه صغيره ديال القرفه، جوج معالق كبار ديال الزيت. انا خلطت ما بين البلديه والروميه، وجوج معالق كبار حيوانيه مذوبه. تقريبا راني زدت واحد جوج معالق كبار ديال الخل، راه تحذف ليا المقطع، وشويه ديال الملح. ضروري ما ديروا الخل حيت هو اللي كيرطبها. نزيدوا واحد معلقه صغيره ديال الخميره ديال الحلوه، تقريبا شي 4 غرام. وهنا كاس اللارب ديال الزهر، درت فيه واحد طامه ديال الزعفران باش تعطينا ديك لوغو ديال الزعفران الحر. هنا عندكم الزعفران الحر ديروه، من الافضل ديروه في الماء زهر باش يطلق واحد شويه، عاد ضيفوه. صافي دابا انا كنجمعو بالماء، تنبقى نزيدو غير الماء من الروبيني عادي، تنبقى نزيدو الماء بشويه بشويه حتى تجمع لينا العجينه بحال كنبغيو نعجنو الخبز. الطريقه هي سهله وموضحه في الفيديو. صافي كنبقاو بشويه بشويه حتى تجمع لينا العجينه. العجينه خصها تكون شويه قاصحه بحال العجينه ديال المخرقه تماما. صافي خصها تكون على هذا القوام. دابا غادي نجمعها وغادي نديرها في واحد البلاستيك غذائي ولا فشي ميكا باش ترطب واحد شويه، ماشي بزاف، تقريبا شي 10 ديال الدقائق. العجينه ديالتنا هي رطابت. دابا نحاولوا نقسموها على جوج باش نطلقوها. جربوا هاد البليغات كيجيو زوينين بزاف وساهلين في التحضير. صافي دابا نطلقوها بهاد المدلك، نحاولوا نطلقوها رقيقه حيت راه فيها شويه ديال الخميره، ما يبقاو معها بالخاطر حتى تطلق لكم مزيان. صافي العجينه ديالتنا هي طلقات. دابا غادي نطبعوها بواحد الطابع، هذا طابع مربع. هذا كيخلي البليغات ديالنا يجيو مقادين متساويين في الحجم. بغيتو تستعملوا الجراره استعملوها، تقطعوها مربعات بالجراره. هي الاطار هذا كيخليهم يجيو مقادين، انا كنفضلو. صافي كتبقاو مستمرين بهذه الطريقه حتى تساليو الكميه كامله. صافي انا ساليتهم. دابا غادي نحاولوا نشكلوهم على شكل بليغات. غادي نحاولوا هذا نديروا الطرف على الطرف الاخر ونوركو عليهم مزيان باش
من نكونوا كنقليوهم ما يتحلوش لينا في القلا. صافي الطريقه راهي موضحه في الفيديو، ساهلين. صافي كنبقاو مستمرين تنكملوهم كاملين. بالنسبه للعجينه ما تدلكوهاش بزاف، شويه باش تجمع وصافي. صافي انا ساليتهم. دابا انا درت الزيت هنايا في هذه المقيله. صافي نخليها تسخن مزيان، و ملي تسخن مزيان غادي نقصو ديك الساعه نديرو عافيه تكون مهيله. صافي ونديرو البليغات ديالنا يتقلاو. شي واحد الرويحه طالعه منه غزاله. المهم خصنا نقليهم على عافيه مهيله باش ما يتخطفوش لينا. الا كانت العافيه مجهده يقدروا يتحمروا ويبقاو خضرين من الداخل، هكا كيطيبوا على خاطرهم. اي زعما ديروهم راه ساهلين، راه حتى حاجه ما صعيبه. كيف ما درتهم انا راه يقدر اي واحد يديرهم. الحاجه ملي كتصاوب على يدك ماشي بحال كتاخدها على برا مزنقه، كتقام غاليه وما كتعرفيهاش شنو دايرين فيها. هي الكميه قليله، تقريبا شي 600 غرام ديال شي 400 غرام ديال الطحين مع 200 غرام ديال الجنجلان. راه دغيا تساليوها، ما تاخذش لكم كاع الوقت بزاف. صافي دابا هي تحمرات من الجهتين. دابا غادي نحيدوها وغادي نديروها في العسل. الصوره ما بيناش ديال العسل ماشي مشكل. المهم انا دابا كنحطهم في العسل. هذاك العسل اللي صاوبت معكم ديك النهار هو راه باقي عندي، شحال حاجه درت به. صافي كنخليهم في العسل يشربوا مزيان. دابا غادي ندير واحد القليه واحده اخرى. دائما العافيه تكون مهيله. صافي انا دابا ساليتهم، كنخليهم يشربوا واحد شويه في العسل. صافي انا دابا صفيتها في هاد الكسكاس. جربوها راه كتجي غزاله. ترى واحد اللون فيها واعر، راه الكاميرا ما عطاش حقها في التصوير. كتجي غزاله، جربوها وسهله. نتمنى الفيديو ديالي اليوم يعجبكم، ديروا لايك وبارطاج باش تعمل فائده، والتعاليق ديالكم زوينه. اللي ما مشتركش يشترك في القناه فضلا وليس امرا. شكرا على المتابعه، والى فيديو قادم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.